الطفلة ميشيل محرومة من نعمة السمع والبصر، عايشة في سواد حرفيا، ولكن في ضوء في آخر النفق بيظهر قدامها. الراجل العجوز دبراج رجل مثقف ومتخصص في تعليم الصم والبكم، وهو كمان راجل حنين وعطوف على طلابه. بيقرر الراجل العجوز انه يتحدى كل الظروف ويتولى مهمة تعليم ميشيل. بيحاول انه يغير مسار حياتها البائسة والحزينة، واللي هي حرفيا حياة سودة، الى الحياة الافضل. وقبل ما نبدأ الفيلم ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. بيبدأ الفيلم وبنشوف ميشيل وهي بتكتب قصة عن حياتها اللي عاشتها بصعوبة وعند براج المعلم بتاعها اللي ساعدها. بتحكي انها عندها 40 سنة وبقالها سنين بتدخل الامتحان وبتسقط فيه، ولكنها مش هتستسلم. وبتقول ان المعلم بتاعها بعد عنها بقاله 12 سنة وهي مش عايزة تاخد الشهادة من غيره. بتروح تصلي وتدعي تشوف دبراج مرة تانية والدنيا بتشتي، فبتفرح وبتفتكر. وبعد ما بتخلص صلاتها بترجع مع اختها سارة لبيتهم، وبتشوف سارة حد غريب قاعد على النافورة اللي في القصر بتاعهم. بتروح سارة تشوفه فبتفرح وبتقول لميشيل ان صلواتهم اتقبلت ودبراج رجع. بتنزل ميشيل من العربية وبتجري ناحيته وبتتكلم معاه، فبتكتشف انه مش فاكرها وناسي كل حاجة. بتاخده وبيودوه المستشفى، ولما بتقعد سارة مع الدكتور اللي بيقول لها ان دبراج ناسي كل حاجة حتى اسمه بسبب ان عنده زهايمر وان المرض مسح كل ذكرياته. بتروح ميشيل تقف مع دبراج وبتديله قصة حياتها اللي هي كتبتها عنها وعنه، وبيرمي الورق على الارض ومش عارف المفروض يعمل ايه بالورق ده. بنرجع للدكتور وهو بيقول لكاسي انه مستحيل ميشيل تفكر دبراج بحاجة، بس كاسي بترد عليه ان دبراج وميشيل ما يعرفش المستحيل، وبتبدأ كاسي تحكي له. بنرجع بالزمن وبنشوف ميشيل وهي عندها سنتين وانها اتولدت ولا بتسمع ولا بتتكلم ولا بتشوف، ودي كانت صدمة جامدة جدا لأمها وأبوها. بتكبر ميشيل وبتبقى تصرفاتها غريبة جدا، وكانت بتعمل مشاكل كل يوم وبتوقع أي حاجة حواليها، حتى الشمع وقعته وولعت في الترابيزة، وبتبقى مش عارفة إنها عملت حاجة. بيقرر بول أبو ميشيل إنه يوديها مصحة عقلية تتربى وتعيش فيها، ولكن كاسي بترفض. في نفس الوقت وهما بيتكلموا ميشيل بتقلب السرير اللي فيه سارة أختها الرضيعة. بيروح لها بول وبيفضل يضرب فيها، ولما بيتعب من ضربها بيرميها لكاسي. فبتقول له كاسي ان هما لازم يدوروا على مدرس يعلمها ويحسن سلوكها، فبيرد عليها ان دي اخر فرصة ممكن يديها له. بيروح دبراج مدرس الصم والبكم القصر علشان يشوف ميشيل، وبتكون ميشيل قاعدة تحت السرير، فبياخد دبراج منها العروسة. فبتطلع ميشيل من تحت السرير وبتتعرف على دبراج عن طريق اللمس، وبيحط ايديها على بقه علشان تقرا حركة شفايفه، وبتحاول انها تقلده لحد ما بتنادي على والدتها بإشارة. فبتيجي كاسي وتحضنها. بيشوف دبراج ان في جرس مربوط في ميشيل، فبيسأل سبب وجود الجرس ده، فبيرد عليه بول ان الجرس ده علشان يعرفوا مكان ميشيل. فبيشدوا دبراج من على ميشيل، وبيقول لأبوها ان بنته مش حيوانة علشان تمشي بجرس، وانه هيعلم ميشيل كل حاجة عن طريق الإشارة. كلهم بيقعدوا مع بعض علشان ياكلوا. ميشيل بتبقى بتاكل بايديها من الاطباق كلها وبتفضل تجري حواليهم، بس لما بتكون عايزه تاكل من طبق دبراج بيمنعها وبيرميها على الارض. وبيقول لابوها وامها ان ميشيل تاكل من طبقها او تفضل جعانه. بيزعق له بول علشان يسيب ميشيل تاكل من طبقه بدل الدوشه اللي هي عاملاها، وانه لازم يسمع كلامه لانه بيدفع له فلوس. بيرد عليه وبتردهم كلهم من اوضه السفره علشان عايز يقعد لوحده مع ميشيل. دبراج بيمسك ميشيل وبيفضل يحاول معاها وبيقعدها بالعافية على الكرسي. بيحط المعلقة في بقها علشان تاكل منها، لكنها بترمي الأكل في وشه، فبيرمي عليها المية اللي جنبه علشان تهدى شوية. وفعلا بتهدى ميشيل وأكلت بالمعلقة من إيد دبراج بسبب طريقته، وبيديله باقي فلوسه وتذكرة القطر بتاعته علشان يرجع شغله. بيطرده بول من بيته لأنه مش حابب وجوده. بيجي تاني يوم وبول بيسافر علشان عنده شغل لمدة 20 يوم، وأول ما بيمشي بتدخل كاس البيت بتلاقي كل الخدام بيشيلوا الحاجة من أوضة بول. بتتفاجئ بدبراج قدامها وبتسأله أنت لسه ما سافرتش؟ فبيرد عليها انه مش هيسيب ميشيل الا بعد ما يعلمها، لان بول عايز يرميها في مصحة عقلية. بس كاسي بتقول انه لازم يمشي ومحدش يقدر ياخد ميشيل منها. فدبراج قال لها ان ده نفس الكلام اللي امه قالته لاخته، لحد ما امه بنفسها رمت اخته في مصحة عقلية لانها استسلمت.
وإن ميشيل يعلمها بس محتاج أوضة فاضية ما فيهاش حاجة علشان يعلمها معنى كل حاجة من خلال الإشارات وحركات الصوابع، وإن الأوضة دي محدش بيدخلها إلا هو وميشيل، وكل اللي محتاجه هو وقت، حتى مش عايز فلوس. بس اتفق مع كاسي إن لمدة 20 يوم مش هتلمس بنتها، فبتوافق كاسي في الآخر. بيبدأ أول درس مع ميشيل في الأوضة الفاضية، وبتفضل ميشيل تخبط في الشبابيك والحيطان والأرض، وبيسيبها دبراج تهدى لحد ما بتنام، وبيصحيها من النوم وبيجيب لها كيكة قدامها علشان تشم ريحتها، وبتفضل تحاول توصل للكيكة بالعافية لحد ما بتعضه من إيده جامد. وفي نفس الوقت النور بيقطع وبيكون دبراج مش شايف قدامه، فبتعرف ميشيل توصل للكيكة وتاكلها. تاني يوم دبراج بياخد ميشيل للنافورة اللي في البيت علشان يخليها تلمس المية ويعلمها اسمها، بس ميشيل بتكون بتخاف من المية، فبيحاول معاها دبراج وبيفضل يعلمها ملمس الحاجات وبيكتب لها الحروف على دراعها، بس بتهرب منه وبتفضل توقع في الورد اللي في الجنينة لحد ما ايديها بتيجي على صبارة، فالشوك بيدخل في ايديها. فبيرجعوا على الأوضة بتاعتهم وبيخرج دبراج الشوك من ايديها وبيحط عليها بلسم، وبيحاول انه يفهمها معنى كلمة بلسم لحد ما بتمسك ايده، بتكون اول سلام منها لدبراج. بعد كده بنشوف دبراج بيعاني وبيكافح في تعليمها، وبيبدأ يحس بالفشل بعد ما بيعدي من المدة ل 19 يوم، وبيكون بول قرب يرجع من السفر، وساعتها بتقول كاسي لدبراج انه لازم يسيب البيت دلوقتي ويرجع الأوضة زي ما كانت، وبتشكره على تعبه معاها وانه عمل مجهود جبار مع ميشيل بنتها ومحدش كان ممكن يعمله. فبيحزن دبراج لانه فشل في محاولة تعليم ميشيل زي ما كان بيتمنى. بعد 20 يوم بتقدر ميشيل انها تحضن والدتها من تاني بعد ما كانت محرومة منها، وبيتفاجئ ان بول واقف قدامه بعد رجوعه من السفر. ساعتها بيعرف انه لازم يلم حاجته ويمشي من البيت، وهو ماشي بيشوف ان ميشيل رجعت تاني تاكل بايديها من على الترابيزه، فبيروح لها وبيقول لها انها لازم تتعلم وما تنساش اللي هو علمه لها. بتمسك الميه وبترميها في وشه. بيقرر دبراج انه يعاقبها، فبياخدها للنافوره وبيرميها في الميه اللي هي بتخاف منها، وبعد شويه بتقوم ميشيل وبتحسس وبتفرق بين الميه وبين التمثال اللي في نص النافوره، وبيفهم دبراج ساعتها انها استوعبت الفرق بينهم وعرفت تفرق بينهم عن طريق اللمس، وده اللي هو كان بيحاول يعلمه لها طول ال20 يوم اللي فاتوا. بيروح ينده على كاسي وبول علشان يوريهم بنتهم وهي بتنطق كلمة ماما عن طريق انه بيحط ايديها على بقه وهو بينطق، واول كلمة بتقولها ميشيل هي ماما، فبتعيط كاسي من الفرح اول ما بتشوف بنتها بتنطق كلمة قدامها، وبعدها بتقول كلمة بابا قدام بول اللي بيحضنها، ما بيبقاش مصدق ان بنته ممكن تتعلم وتتكلم طبيعي زيهم. بنرجع من تاني لميشيل بعد ما كبرت شوية، وبتكون عيلتها عاملة حفلة في القصر بتاعهم، ودبراج قاعد مع مدير الجامعة، فبيقول له دبراج ان ميشيل هتدخل الجامعة بتاعته بمجهودها، والمدير بيرد عليه ان في اماكن خاصة لحالة ميشيل، لكن الاول هيستشير مجلس الجامعة. بيروح دبراج الجامعة وبيكون معاه ميشيل علشان هيمتحنوها الاول، ولو نجحت هتدخل الجامعة، ولكن هيكون في مترجم جديد ليها علشان يتعامل بحياد معاها. بيبدأ المجلس في امتحان ميشيل شفوي، فبتجاوب على كل الأسئلة بطريقة ذكية جدا وبتدمع عند دبراج، وبيفرح ان المجلس وافق على دخول ميشيل الجامعة كطالبة طبيعية، وبتبقى ميشيل في منتهى السعادة. علشان نعلي السنس ونزود السسبنس عندك يا مشاهد، بنرجع نفكرك انك هتستمتع بملخص خطير طبيعي وبدون تفكير. وقبل ما نكمل عظمة فيلمنا يا ريت تدعمنا بلايك جميل وتشترك في القناة، عشان الفترة الجاية افلام من العيار التقيل وحاجة جامدة تستاهل تشوفها، ويلا بينا. ولما بترجع ميشيل بتفضل تحكي لأهلها عن الاختبار بتاعها، وبيظهر ان سارة بتتضايق من اختها لانها بتاخد كل الاهتمام منها. واول ما ميشيل بتحس ان دبراج جاي جنبها بتقوم وبتطلب منه الهدية بتاعتها، وبيديها العصاية بتاعته وبيقول لها انها من اللحظة دي بقت مستقلة بنفسها. وبعد كده بتنتقل ميشيل لسكن قريب من الجامعة، وبيكون معاها المربية ودبراج علشان يكمل دراسة ليها، وبيحضر معاها كل محاضراتها علشان يشرح لها اللي بيتقال من الدكاترة. بتبقى ميشيل مستمتعة باللي بتعمله وبتعيش افضل سنين حياتها في الجامعة. وفي مرة وهم قاعدين ودبراج بيدرس لها بتحس ميشيل ان السما هتمطر تلج، وبتبقى ميشيل مبسوطة جدا باحساس التلج على ايديها، وهي ودبراج بيفضلوا يرقصوا سوا تحت التلج. ولكن بنشوف بعد كده ان ميشيل بتواجه مشكلة في الامتحانات بتاعتها، وهي بطيئة في كتابتها على الآلة، ولازم تتعلم تكتب 30 كلمة في الدقيقة. ولما بيجي الامتحان النهائي بتاعها
بتسقط في كل المواد بسبب انها مش بتكمل الامتحان بسبب الوقت، بس هما ما بيزعلوش وبيحتفلوا بالفشل. لكن دبراج بيستمر مع ميشيل علشان يخليها تنجح، ولكنها بتفشل 3 سنين ورا بعض لحد ما بتزهق وبتستسلم من انها تحاول تاني، وبتقرر انها تسافر لبيتها مع والدتها. ولكن دبراج بيقف في طريقها وبيقول لها انه ما ضيعش 18 سنة من عمره علشان تستسلم في الاخر. فبتتعصب ميشيل وبتفضل تكتب له انها بطيئة وفاشلة ومش عايزة تتعلم. بيلاقيها كتبت 62 كلمة في الدقيقة، بيقول لها انها مش هتسقط تاني لانها بقت سريعة في الكتابة خلاص، وان جه وقت الايس كريم علشان يحتفلوا. بيروح دبراج علشان يشتري الايس كريم ليها، ونسي ميشيل في الشارع لحد ما بيلاقي مدير الجامعة بتاعه لقى ميشيل ومرجعها للبيت. فبيقول مدير الجامعة لدبراج انه لازم يكشف ضروري، لان فكرة انه ينسى ميشيل دي خطر جدا قبل ما كان حالته تتطور اكتر. بيجي يوم خطوبة سارة اخت ميشيل في القصر بتاعهم، وبتقول سارة لاختها انها لازم تخلي بالها من طريقتها قدام الناس. بعد كده بتتجمع كل العيلة على ترابيزة واحدة ومعاهم دبراج علشان يترجم لميشيل. بتقوم سارة علشان تشكر اهلها ان هم ساعدوها طول حياتها، مع ان هم كانوا مهتمين اكتر باختها ميشيل، وده اللي خلاها غيرانة جدا من ميشيل لدرجة انها كانت بتقومها في نص الليل علشان تسألها عطشانة ولا لأ. ولما بترد ميشيل انها عطشانة، بترجع سارة تنام علشان تسيب ميشيل مستنياها طول الليل، وانها مش مسامحة نفسها على اللي عملته في اختها وبتتأسف لها. بيكون دبراج بيترجم لميشيل كل اللي اتقال، فبتتعصب ميشيل على اختها وبتبقى عايزة تقوم من على الترابيزة، ولكن دبراج بيخليها تقعد وتهدى، وبيطلع من جيبه الجواب اللي ميشيل محضراه لخطوبة سارة وبيقرأه هو بدلها لانها. وبيقول دبراج ان ميشيل كاتبة ان حياتها وهي صغيرة كانت ضلمة وحزينة لحد ما شالت اختها لاول مرة بين ايديها وهي طفلة، ودي كانت أول مرة تحس إن في ضوء شايفاه، وإن أختها اللي بتساعدها وبتأكلها وكانت بتصحيها في نص الليل علشان تجيب لها مية تشربها، وإنها عارفة إنها مش هتبقى عروسة لكن كفاية عليها تشوفها بتتجوز قدامها. وبتمسك سارة إيد ميشيل علشان تعتذر لها على كل اللي عملته. وبيجي يوم فرح سارة، بتكون ميشيل هي وصفتها، وبالليل بتكون ميشيل حزينة لأنها عمرها ما هتجرب في حياتها الحب. وبعدها بيختفي دبراج. بتفضل ميشيل عايشة لوحدها ومعاها عصاية دبراج اللي اداها لها هدية دخول الجامعة. بعد 12 سنة بنرجع لبداية الفيلم لما بتروح ميشيل لدبراج عند النافورة اللي في القصر. بنشوف بعد كده ميشيل انها قدرت تتخرج، وبتكون عايزه اول واحد يعرف خبر نجاحها دبراج. بتروح لحفله تخرجها مع امها، وبتطلع ميشيل علشان تقول خطابها واللي بيترجمه كاسي، وبتقول انها كانت طول حياتها علشان توصل للي هي فيه دلوقتي، واللي كل الطلبه عملوه في 20 سنه هي عملته في 40 سنه. ودلوقتي اهلها فخورين بيها جدا، وانها دايما كانت بتدور على حاجه ما تعرفهاش لحد ما اتحطت بين ايد شخص غريب قدر انه يحول المستحيل لممكن، وهو سبب وجودها وسطهم. وقدر انه يحول اللون الاسود اللي في حياتها من ظلام وخنقه لنجاح وكفاح. بعد كده بتروح لدبراج المستشفى اللي هو فيها وهي لابسه البلطو الاسود، وبيفضل دبراج باصص لها وهو مبسوط وبيرقص. ولما بيبص جنبه بيلاقي الدنيا بتشتي، فبيمسك ايد ميشيل وبيحطها في الشتاء زي ما كان بيعمل زمان معاها. فبتحط ميشيل ايده على بقها وبتنطق كلمة مية علشان يتعلم منها، وبيكون اول درس وانها هتعلم دبراج زي ما هو علمها، وان هما مش هيبدأوا بالحروف الابجدية انما هيبدأوا بحروف كلمة اسود. ولحد هنا بيخلص الفيلم. اتمنى لو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وتقولوا لنا في التعليقات تحبوا تشوفوا افلام ايه تاني معانا. يلا سلام.